بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده يا جماعة احنا معانا فيديو جديد. طبعا زي ما انتم عارفين احنا كل مدى كل ما بنعلي. ابو غابة الاساس الراقي يا جماعة ملك الاماكن السرية في مصر. ده مكتب يا جماعة وفيه 9 اماكن سرية، بس ده بقى يا جماعة غير المكتب اللي هو الترند. حتى لو انت ركزت معايا ده المكتب الترند يا جماعة قدام فوق. تمام؟ ده طبعا معروف الاماكن السريه اللي فيه ومعروف دنيته ومعروف شغله كله. المكتب ده معروف وده معروف طبعا، الحمد لله شغال معانا كويس قوي في القناه. ده بقى بافكار جديده يا جماعه وايه واماكن سريه جديده وحاجات بقى لله الحمد درجه اولى، حاجات بقى خامات وجوده وكل اللي انت عايزه. طبعا يا جماعه ملحوظه، الالوان دي يا جماعه بتبقى حسب ذوق العميل. يعني العميل مثلا بيقول لك انا عايز الوان معينه، فاللي بيعوزه بنعمله. يعني ده مثلا بني محروق، عايز اللون البني الغامق ده لانه هو هيتحط عنده في مكان الالوان اللي عنده بنفس الوضع ده. فطبعا الالوان دي بترجع للعميل. وزي ما انتم شايفين الشغل جميل وحاجه محترمه وحاجه فوق الممتاز وشغل تقيل 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 جدا يا جماعه. اتكلمنا كتير، يلا بينا نروح نشوف الاماكن السريه. بس قبل ما نروح، لو عجبك الشغل وعجبك الشغل اللي احنا بنقدمه تدعمني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وده طبعا يا جماعه الجزء الاخير اللي هو يبقى اخر مكان سري اللي هتشوفوه يا جماعه، يبقى لله الحمد حاجه عبقريه مليون المية من الممنوعات. اتكلمنا كتير، يلا نشوف الاماكن السريه. اول حاجه يا جماعه ده درج عادي بتاع الكيبورد. درج عادي بتاع الكيبورد. تمام؟ طبعا في ادي واحد وادي اتنين اللي ورا. تمام؟ المكان ده يا جماعه طبعا بيختفي، بيبقى ليه تركه كده بنخفيه بيها، بس طبعا ديت احنا سايبينها للايه؟ للعميل نقول له عليها ازاي، لكن هو قال لي ما تقولش كل حاجه يعني. فطبعا بتتقفل يا جماعه بالشكل ده، تلاقي الجزء ده بس اللي طلع لك، ما بيطلعش بقيه الجزء اللي ورا. تمام؟ يبقى كده انا وريتك اول مكان سري. تمام؟ كده واحد. نيجي بعد كده لرقم اتنين. واحد. نيجي بقى لرقم ايه؟ اتنين. بننزل هنا كده بالراحه ونروح جايين فكين المسمار ده كده بالراحه. كده فكينا المسمار بتاعنا، نشد كده، نشد بالطريقه دي. تعالى لي كده بص لي، تعالى لي عشان ده ابو غابه الاساس الراقي حكايته حكايه. ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ده اربعه. دي طبعا يا جماعه رص اللي نفسك فيه كله بقى، حاجات تترص يا جماعه. هو اصلا متصمم بحاجات معينه لان ده شغل واحد عايزه بالطريقه دي وبالتصميم ده بالظبط. شغله شغله يا جماعه معتمد على الكلام ده. وزي ما انتم شايفين بنفتح ونقفل ولا فيها اي مشكله يا جماعه ولا اي اعاقه ولا اي حاجه. رص اللي انت عايزه كله واقفل. ادينا كده خلصنا. بنربط المسمار بالشكل ده اهو. ربطنا المسمار خلاص، انسى ما بقاش في اي حاجه خالص موجوده. تمام؟ نركب الايه؟ الدرج بتاعنا اهو. كده ركبنا الدرج، انسى خلاص كده الايه؟ المكان السري اختفى. يبقى انا كده وريتك واحد واثنين. تيجي معايا بقى اوريك ايه؟ ثلاثة واربعة. تمام؟ اول حاجة كده الكانون بتاعنا يا جماعة، بنفتح كده الدرج بتاعنا اتفتح اهوت يا شباب. تمام؟ زي ما انتم شايفين ده درج عادي بتفتح يا باشا مفيش اي مشكله. عندك كمان رقم 2 اللي هو المكان الخلفي ده. طبعا برضه يا جماعه الحاجات دي بتبقى برضه مؤمنه. مثلا انت بتفتح الدرج بتاعك بتفتح لغايه هنا كده خلاص. شوف دنيتك، لو انت معاك فلوس بقى مجمده الكلام ده تفتح يا باشا وتشوف بقيه الايه؟ الحاجه. كده يا جماعه وريناكم رقم 3. نخش كده على رقم كام بقى؟ ده رقم 4. انا وريتك 3، ادي واحد، ادي اثنين، وادي ثلاثة اللي هو اللي ورا ده. وده يا جماعة رقم 4. ماشي؟ بنفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. عندنا المكان ده برضو في مكان كمان سري ورا بنخفيه اللي هو ده. نشد كده يطلع لك برضو رقم 5 اهو. رقم 5 قدامك اهوت يا شباب. حاجة 10 على 10 وحاجة فوق المليون. بنقفل الدرج كده ونقفل دار اخر بالشكل ده. عايزين نشوف يا مدحت بقى الايه؟ الاماكن الشديده الامان بقى، شديده الامان. بنمسك كده الدرج بتاعنا الاولاني نشيله كده بالشكل ده. ادي درج شلناه، وادي الدرج الثاني شلناه برضو. تمام؟ انا عايزكم
عايزكم تبقوا معايا في الاخر عشان هوريكم في الاخر تركه معاك اسلحه بقى، الناس بتوع الصيد، بنادق الصيد، الاسلحه، الحاجات اللي تحطها انساها خالص. هسيب لكم مكان هتشوفوه في الاخر هيبسطكم جدا جدا. كمل معايا لاخر الفيديو، بس قبل ما تكمل لايك، انزل اعمل لايك لو لسه ما عملتش لايك، لان اللي هتشوفه عندنا ان شاء الله هتتبسط منه. تمام؟ ننزل كده يا جماعه بالشكل ده ونفتح الضرفه بتاعتنا كده. بنفتح بالشكل ده تلاقي جوه الدنيا عندك زي الفل زي ما انت شايف اهو. طبعا ما حدش بيتوقع اي حاجه هنا. نفتح كده يا جماعه بالشكل ده، تحط اللي نفسك فيه برضه اهو، متصمم ان هو مفتوحه كده، تحط اللي نفسك فيه كله وتعمل اللي انت عايزه كله. ادي واحد، ادي جوه يا شباب زي ما انتم شايفين اهوت، حاجه 10 على 10. نفتح ونقفل زي ما انت عايز بقى، افتح واقفل اهو. ده طبعا بس عشان انت تعرف تدخل ايديك اهو، تدخل تجيب اللي انت عايزه، لان كل حاجه معمول حسابها بالسنتي وبالملي. تمام؟ كده يا جماعه احنا بنفتح ونقفل قدام حضراتكم اهو، ما فيهوش اي مشكله ولا اي اعاقه. حابب تامن طبعا بتتامن عليها، تنساها خالص. بنفك المسمار بالشكل ده كده اهو زي ما انت شايفين كده. فكينا المسمار، نفتح يبقى رقم 7. رقم 7 قدامكم. تمام يا شباب؟ ده رقم 7 اهو، بيفتح ويقفل، كله بيفتح ويقفل زي الفل، ما فيهوش اي مشكله ولا اي اعاقه. وطبعا انا كل اللي انا محتاجه ان انا ادخل ايديا اجيب واحط اللي انا عايزه. تمام اهو، تدخل ايديك تجيب وتحط اللي انت عايزه، ما فيهوش اي مشكله ولا اي اعاقه. وزي ما انتم شايفين يا شباب الدنيا شغاله زي الفل قدامكم اهي. طبعا بنعوز نأمن، بنروح حاطين بس مسمار خفيف كده ونروح مأمنين بالربطه دي كده اهو. خلاص طالما ربطت المسمار كده انسى ده خلاص، ايه مات وده مات. تمام؟ وطبعا لما بتركب عليه الدرج ده بالشكل ده كده، بتركب الدرج بالشكل ده اهو. تمام؟ تركب الدرج بالشكل ده، خلاص انسى بقى، خلاص الدرج ده كده الجناب ديت كانها ماتت خالص، كانها مش موجوده. وتيجي بعد كده تركب الدرج اللي بعده نفس الوضع اهو. الدرج اللي بعده ركب، قفلنا الكالون بتاعنا، خلاص الجنبين دولت ماتوا كانهم مش موجودين خالص. ماشي؟ نفتح طبعا الضرفه بتاعتنا سوفت كلوز زي ما انتم شايفين. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين احنا صورنا لكم كده 7 اماكن سريه. وريكم طبعا 7 اماكن سريه. وشوف الضرفه بتفتح معايا وبتقفل بكل سهوله وكل بساطه يا جماعه. سوفت كلوز وحاجه محترمه جدا وحاجه 10 على 10. اهم من الشغل يا جماعه جوده الشغل. لله الحمد يا جماعه، انا بوريك فيديو بوريك الشغل وهو متصمم قدامك، لكن ده كله زاد. في فيديو انا عامله هو خشب، اتفرج على جوده الزام واتفرج على شغله هو خشب ابيض قبل الدهان. كده يا جماعه انا اوريكم لغايه 7، نيجي نوريكم رقم كام؟ رقم 8. رقم 8 بتيجي هنا كده وتضغط ضغطه هنا كده، تفتح تلاقيه فتح قدامك بالشكل ده يا جماعه. عندك القلب اللي جوه ده رخر كله، حط اللي نفسك فيه. وطبعا شغال تاتش زي ما انتم شايفين اهو. شغال تاتش، حاجه 10 على 10 وحاجه من الممنوعات. طبعا كده احنا جينا لايه؟ لاخر حاجه في الاماكن السريه اللي هي رقم 9. رقم 9 يا جماعه دي بقى من الممنوعات. رقم 9 ديت يعني حط اللي نفسك فيه كله. عندك بقى حاجات كبيره، حاجات مهمه، اوراق، بص هيبقى معاك مساحه كبيره قوي، وحط اللي نفسك فيه كله، لان المكتب ده لله الحمد حاجه من الممنوعات، يعني حاجه 10 على 10. ودي يا جماعه حصري ولسه درجه اولى، لسه اول حاجه، اول تصميم يتعمل معمول لاخونا الدكتور، بلاش نجيب اسمه عشان خاطر هو نبقى برضه ايه معرفينه الحاجه دي بتاعته يعني. تمام؟ فهو احنا كده الدكتور قايل لنا عليه، والحمد لله حاجه محترمه محترمه محترمه، ويا رب يعجب الدكتور في الاول وفي الاخر. طبعا الالوان وكل حاجه هي ذوق الدكتور، لكن الاماكن السريه دي الحمد لله تصميمنا. فدلوقتي هبتدي اوريكم بقى رقم 9 اللي هي الحصر بقى. 9 اللي يا جماعه بص حط اللي نفسك فيه كله. انا هفرجك عليه، بس لو عجبتك امانه عليك، امنتك تنزل تعمل لايك واشتراك في القناه، لان 99% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات يا جماعه ما حدش بيعمل لايك ولا حد بيعمل اشتراك في القناه. تمام؟ محدش بيعمل اشتراك في القناه ولا بيعمل لايك. نفرجكم كده يا جماعه على رقم كام؟ على رقم 9 بقى اللي هو حصري
الف الالف وان شاء الله يعجبكم. وزي ما بقول لحضراتكم 99 يا جماعه او 90% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات ما حدش بيعمل اشتراك ولا حد بيعمل لايك. دعمكم بيفرق معانا كتير، لان من غير دعمكم انا مش هوصل للي انا فيه ده، لان طبعا اللي انا فيه ده كله من دعمكم. نبتدي يا جماعه. طبعا في مسمار هنا كده بنفكه بالشكل ده كده. فكينا المسمار. نعمل ايه بقى؟ نقول افتح يا سمسم. 1 2 3. بص جمال الحلويات. بص طبعا الاحواسه دي صابون، يعني كل اللي قدامكم ده صابون. كده يا جماعه نفتح. افتح يا سمسم اهو. بص جمال الحلويات. بص الجمال والحلويات. حط اللي نفسك فيه كله بقى. عندك الضرفه يا جماعه بتتفتح محدش بيتوقعها نهائي. ده يا جماعه قصه مكتب بتتفتح. رص بقى اللي انت عايزه. عندك الغوط اهو يا جماعه قيمه زي ما انت شايف اهوت قيمه بتاع 7 سم ولا 8 سم. تمام. رص بقى المنطقه دي كلها زي ما انت شايفها كده. هترص فيها كل اللي انت عايزه. يعني رص يا باشا اللي انت عايزه كله وما تحملش هم حاجه. رص ورتب امورك ورتب دنيتك وتروح جاي عامل كده. بص الحركه. بص التركه اهي. قفل خلاص يا باشا. انسى ان هو حد يتوقع اي حاجه. قدامكم يا جماعه مقفول اهوت. المكتب قدامكم مقفول ما فيهوش اي حاجه ولا اي حد ياخد باله من اي حاجه، كانها كورنيشه متثبته. محدش بيتوقع خالص ان هو وراه او تحته مكان سري. زي ما انتم شايفين بفتحه واقفله قدامكم بكل السهوله اهو. بص طبعا السلسله دي معموله يا جماعه عشان تسند الفتح والقفل ان هو ما يرميش لورا. هي المفصلات شايله بس ما بنحبش نحمل على المفصله عشان ما يبقاش ايه عمرها قصير مع العميل. وزي ما انتم شايفين بنفتحه ونقفله برضه يا شباب. زي ما انتم شايفين حاجه جميله وحاجه ممتازه. وزي ما انتم شايفين يا شباب الشغل قدامكم بيتكلم عن نفسه. زي ما انت شايف اهو حاجه 10 على 10. وزي ما انت شايف الشكل قدامك اهوت شغل تقيل ومحترم وحاجه 100 100. نقفل طبعا قدامكم اهيت. خلاص طالما قفلنا كده انسى بقى الجزء ده كله مات، ما بقاش موجود منه اي حاجه خالص. نبتدي طبعا نأمن بالمسمار بقى. احنا بنأمن. حابب تأمن عليها ماشي، أمنت عليها وعملت المسمار انسى ان حد هيفتحها. أأمن لك عليها برضه واوريك قدامك واحنا رابطين. بصوا يا شباب بعد ما قفلناها اهو. بص انا بشيل منها المكتب اهوت. خلاص انسى ان هي تفتح. هو مسمار بس معمول باحكام ومعمول بمنطقه وبطريقه كويسه جدا ان هو ما يتفتحش نهائي مهما تعمل. انت بس اللي هتبقى فاهم التركه ديت وفاهم هو بيفتح ازاي. نركب بقى الدرج بتاعنا بالشكل ده ونقول لكم يا جماعه في 9 اماكن سريه. ابو غابه الاساس الراقي. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الشغل او عجبك المنتج او عجبك الشغل اللي احنا بنقدمه تنسناش باللايك، اشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وما تنساش الشير الجميل عشان كل اخواتنا يشوفوا ويستفادوا من الافكار اللي احنا بنقدمها. لان دلوقتي يا جماعه كل واحد بيبقى قلقان على الحاجات الثمينه اللي عنده، يحب يبقى في الاماكن دي عشان يحتفظ بحاجاته المهمه. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو لسه ما اشتركتش انزل دلوقتي اشترك، ولو مش عارف تشترك يكفيني ان انت اتفرجت على الفيديو بتاعي. وكان معاكم اخوكم مدحت من قناه ابو غابه الاساس الراقي. سلام.